الخير والعافية، صباح الصحة والسعادة على الناس الحلوة اللي روحها حلوة وبريئة وتحبنا ونحبها، وصباح لونه مثل لون وجوههم الأسود على كل واحد حاقد، وكل واحد ما يريد الخير للناس، وكل وحدة غيارة وتحسد الناس على صحتهم وعلى سعادتهم وعلى ابتسامتهم. شلونكم يا بنات؟ شاخباركم؟ والله مشتاقة لكم هواي هواي. شلون الجو اليوم؟ حلو مو؟ بس اللي يشوف يقول الجو حلو، شمس وحارة. والله لو أقول لكم البارحة طلعنا تقريبا 15 دقيقة تمشينا شوية، كانت زخة الدنيا زخة يعني من هاي المو طبيعية، ورجعنا للبيت ركض غرقانين. اليوم ناوية أسوي فطور وأصور لكم إياه إن شاء الله. إن شاء الله بس أخلص شغلي وأخذ لي عطلة مرتبة هيجي أستراح بيها، أبلش بالبلكونة، وبس الشمس شوية تطلع حلوة يعني الصيف يجي يبلش. يلا يا الله، خلنا نتوكل على الله ونروح نسوي فطور. يلا شوفوا أنا خالة بي مي اوريدي، يعني هو حاطة وهسه راح أخلي بيه من هذا. شوفوا بنات، هذا القياس مالته 1/10، يعني مثلا إذا تخلين كوب من عنده تخلين 10 كواب مي، إذا تخلين ملعقة تخلين 10 ملاعق مي، هيجي هم كاتبين 1/10. أنا ما أخلي هيك، تعرفون إحنا العراقيين نخلي عينك ميزانك، أنا أخلي مي تقريبا لهنا، شوفوا لهنا. هذا طبعا بيه تكلسات، هاي من المي، هاي السخانة مال المي اللي استعملها اي شاي اريد اسوي، او الشاي الاسود مالنا، او حتى لو مي حار نشرب، فاستعمل المي اغلبها من الحنفيه من البوري. بس احنا هنا بالمانيا ترى هم المي مو كل العمارات او كل البنايات صالح للشرب، فالمهم احنا العماره مالتنا سالنا قالوا صالح للشرب، بس بالرغم من هذا من افوره هيك يطلع بي. شوفوا، فاني دائما هاي اغسلها، اخلي هيجي كميه، لا على النظر لا على التعيين، اسفه. شوفوا اقفولي، اني مركزه بالكاميرا وعايفه الجهاز هذا. هسه راح يفور المي وشوفوا شلون راح يتغير. هذا كل زين اني استعمله، واكو نوع ثاني هم هسه اصور لكم اياه ان شاء الله اذا صارت فرصه في اليوم وطلعت. راح احاول بس اصور لكم شلون يغلي، تطلع بيه هيجي فقاعات يغلي. يعني اخليه لحد درجة الغليان على 100. شوفوا على 100 اخليه حتى يغلي كل الزين، وهو هذا اصلا يتغير اللون. شوفوا باعوا، لازم انتبه على السريع واطفيه من يغلي كلش. باعوا لازم بسرعة اشيله. هذا باعوا أنا هيجي أسوي، يعني هاي طريقتي. أنتوا تقدرون تخلون مثل ما قلت لكم المادة كلش قليلة، هذا السائل منه تخلون الكمية أقل وتخلون مي وخلاص، بس أنا هيجي أسوي مرة مرتين وبعدين أغسله وخلاص هو ينغسل. هسه أغسله وأشوفكم إياه بنات. هذا بعد ما غسلته شوفوا شلون صار نظيف وحلو، بس أنا ما لحيت عليه لأن مستعجلة، أنا بس دا أسوي لكم فيديو هيجي تستفادون منه توضيحي بهاي المواد. شوفوا أنا راويتكم هذا، بعد أكو واحد أحسن منه بهواية. مثلا هذا تنتظرون فترة، يلا هذاك أول ما تخلون المادة بسرعة تروح، يعني لا تنتظرون المي يفور يغلي يعني يوصل درجة الغليان ولا كل شيء، بسرعة ذاك يشتغل ويوخر التكلس اللي بالأرضية وبالزجاج بسرعة، هم أكبر من هذا.
يعني هذا لا بأس به، نقول 75%. أنا يعني أحبه وأستعمله، بس هذاك 100%. يمكن أتصور يصير العلبة مالته تصير لونها رصاصي. إن شاء الله إذا بالأيام الجاية قدرت أو رحت للأسواق أراويكم إياها أصورها إن شاء الله. شوفوا هسه راح أخلي بيه مي وشوف شكله. وهنا خليت بيه مي هسه وراح أخليه على درجة الغليان. شوفوا شوفوا، وهذا شكله، وصار أكثر صحي هسه بالاستعمال. ترى هذا نظيف، بس المي من جوا ما نشفته، لأن أنا زوفي راح أستعمله. بنات وين الكاميرا؟ هاي شوفوا، هاي الخلطة أنا مسويتها. هاي أنا سويتها، بس العلبة قديمة عندي. والشاي اللي أخليه شوفوا ايش قد. هاي وحدة وهاي اثنين، بس هذا أخليه. شوفوا بنات، هذا مو هسه غسلته قدامكم وباعوا المي، دا تشوفون. هاي هواي ناس يقولون المي صحي، ترى حتى هنا بألمانيا المي مال البوري مو كلش صحي. شوفوا هاي كله يطلع من تفورون المي. ما اعرف بعد هذا عادي مو عادي. بالنسبة لنا بالعراق ما نشرب المي مال البوري الحنفية، يعني اغلب اللي
اللي تقول لهم هيك ما يصدقون، يقول لك لا شلون بألمانيا والمي معقم ونظيف، وهو ترى مو كل شيء تسمعوه تصدقوه. وأخليه على رقم 1، أبعده شوية. هاي طبعا أقسمها بالنص نصين، وهنا هاي أني والحجي، هذا أقسمها نصين هم، وآخذ نص. احنا كل واحد ياكل بيضة ونص فقط، ولو هو البيض ترى كل زين أكلوا ايش قد ما تقدرون، بس احنا بالنسبة لنا هو هذا ياكلنا. شوي من ده هواي وخلاص. وبنات هذا الشاي العراقي صار. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مثل ما شفتوا بنات أنا كتبت لكم جزء من الأشياء اللي أنا أسويها بس على مود تستفادون. مثلا هذا الفطور كتبت لكم كم ساعة يظل بالمعدة، والطريقة اللي تاكلون بيها شوية يعني امضغوا هواي حتى تشعرون بالشبع. والكمية اللي شفتوها هي هاي خضروات وقطعة مال فاكهة، وإذا ما قدرتوا تكملوها كلها الصحن خلوه وبعد شوية كملوه بعد ساعتين 3، يعني هذا الصحن لازم تكملوه خلال هذه ال6 ساعات. وكتبت لكم هم إن شاء الله راح تستفادون من هاي التعليمات. طبعا هاي التعليمات أنا مستخدمتها ومسويتها بإرشادات الطبيب طبعا ونصائح، والحمد لله ده يعني أشعر بتحسن عليها. من قطعة الخبز صار لي يعني فترة كلش طويلة، والسكريات وهاي السوالف، والحمد لله مثل ما استفاديت أني أحبهم أفيدكم إن شاء الله راح تستفادون. أتمنى الفيديو عجبكم واستفاديتوا منه ووصلنا لنهاية الفيديو. ومثل ما عودتكم حبيت أقول لكم كنت هواية أستغرب ليش الناس المؤذية عايشين زين وحياتهم ماشية وما عندهم أي مشكلة، لغاية ما سمعت الآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. صدق الله العظيم.